ورجعنا بتوع افلام للفقرات بتاعه السلاسل. من اكتر الكومنتات اللي بتتكتب لي تحت: فين يا ابو حميد سلاسل التوب 10 والحركات بتاعتك وبروفايل وكل الكلام ده. فرجعنا دلوقتي لفقره السلاسل، ودينا اهو يا بتوع افلام. افتكرت حاجه جت في دماغي. احنا بقالنا فتره طويله بنتكلم ان الكوميديا واقعه جدا خلال اخر فتره دي، او خلال اخر 10 سنين بالتحديد. فقلت طب يا ترى ايه افضل 10 افلام كوميديه بالنسبه للافلام اللي قبليها او ال10 سنين اللي قبليهم مثلا. فانا هحط بالنسبه لي افضل 10 افلام كوميديه من وجهه نظري انا الشخصيه. وطبعا اتمنى ان انتوا كلكم اي حد بيتفرج على الحلقه يكتب لي كومنتات تحت، عشان انا عايز اعرف كل واحد وذوقه ايه الكلام، لان كل واحد هيبقى بترتيب مختلف، وكل واحد ممكن يقول قائمه مختلفه تماما عن اللي انا قايلها، وكل واحد رايه على راسي ده كده كده. بس قبل ما نبتدي الحلقه بتوع افلام، اتمنى طبعا ان انتوا تقولوا لي ايه رايكم في الفقره دي. وتاني حاجه طبعا اتمنى ان انتوا تظبطوني لايكات كتيره جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. وطبعا اوعوا تنسوا كل اخواتنا في الوطن العربي، سواء بالدعاء او سواء بالتبرع. هسيب لكم لينكات التبرع تحت في الديسكربشن لاهلنا واخواتنا في غزه. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا وسهلا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام، عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا. وانا بكتب في القائمه دي قعدت اتفرج بقى على ايه، يعني من سنه 2014 لحد 2024. تمام، يعني احنا هنتكلم على الافلام بدايه من 2014. ايه اكتر افلام عجبتني، او اكتر 10 افلام كوميديه بالنسبه لي جم في ال10 سنين اللي فاتوا دول. فانا اثناء وانا بتفرج على افلام اللي نزلت 2014 و2015 و2016 وهكذا، اكتشفت حاجه مهمه جدا وانا بعمل القائمه دي، ان القائمه دي تخلو من يعني نجوم تقال جدا احنا كنا بنحبهم جدا في ال10 سنين اللي قبليهم، وكانوا بالنسبه لنا دول ايقونات الكوميديا اللي احنا متربيين عليهم وبنحبهم جدا. هتقولي زي مين؟ هقول لك زي واحد من اكتر النجوم اللي انا بحبها في حياتي، محمد سعد مثلا. مش معانا في القائمه دي. نفس الكلام بالنسبه لاحمد حلمي، يعني مش معانا في القائمه دي برضو. ونفس الكلام برضو للفنان هاني رمزي، اللي كان ال10 سنين اللي قبليهم قبل 2014، يعني من اول 2004 مثلا، نقول من اول سنه 2000 كمان، كان برضو من النجوم اللي انت بتحب تتفرج على افلامها جدا الكوميديه. ولكن في الاول وفي الاخر ده رايي الشخصي. انت ممكن تكتب تحت في قائمتك فيلم لمحمد سعد، او فيلم لاحمد حلمي، او فيلم لهاني رمزي، او اي حد من اللي انا ما ذكرتهمش في القائمه، عادي جدا. فهي القائمه دي قائمه شخصيه تماما. وهقول لكم دلوقتي ونبتدي برقم 10. بس قبل ما نبتدي برقم 10 عايز اقول لكم حاجه كمان، معلش يعني انا اسف اني رغاي جدا، بس حبيت برضو ادي لكم ملحوظه مهمه جدا لحد ما نوصل لرقم 1. تمام، هتاخدوا بالكم مين مكتسح في القائمه دي. تمام، يعني هو مش واحد بس، انتوا هتفهموا عموما. بس نيجي دلوقتي عند رقم 10 معانا في القائمه، وهو فيلم كابتن مصر. فيلم كابتن مصر من بطولة طبعا محمد إمام وكوكبة من النجوم اللي فضلوا معاه ومستمرين معاه لفترة طويلة في الأفلام والمسلسلات، ومن ضمنهم طبعا النجم اللي أنا بحبه جدا 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 وبحترمه جدا، محمد سلام. وأيضا مع حفظ الألقاب للجميع طبعا إدوارد بيومي فؤاد، علي ربيع. وأنا فاكر ساعتها لما علي ربيع كان طالع في كابتن مصر، كان ساعتها كان ترند مصر أساسا، لأن علي ربيع كان ساعتها متألق في مسرح مصر جدا، والناس كانت عايزة تشوف علي ربيع عامل إيه بقى في كابتن مصر. وأعتقد إن هو كان مصور كابتن مصر قبل اللعلعه او قبل النجاح الكبير جدا بتاع مسرح مصر. وكان ايضا في الفيلم ده الراحل الكبير الجميل حسن حسني، اللي كان برضو اضافه جميله جدا في الفيلم. وفيلم كابتن مصر من تاليف المؤلف عمر طاهر، ومن اخراج المخرج معتز التوني، واحد من المخرجين التقال جدا في الكوميديا، مع طبعا صاحب نصيب الاسد في القائمه دي، المخرج الكبير احمد الجندي. فانا كابتن مصر بتوع افلام بالنسبه لي فعلا واحد من الافلام اللي انا بحب اتفرج عليها، او عموما لما بيجي قدامي في اي وقت يعني بكمله، بزهقش منه خالص. نفس الكلام برضو على فيلم تاني لمحمد امام هيبقى معانا برضو في القايمه، ولكن الفيلم ده برضو من الافلام المميزه، وانا بحب اساسا الاوريجينال بتاع الفيلم ده. الفيلم ده طبعا مقتبس عن فيلم معمول قديم جدا كان في السبعينات، اعتقد كان اسمه مين ماشين بتاع بيرت رينولدز. بعديها اتعمل فيلم تاني ذا لونجست يارد بتاع ادم ساندلر في اوائل الالفينات. وطبعا النسخه المصريه بتاعته هو فيلم كابتن مصر. فكابتن مصر هو رقم 10
10 معانا في القايمه. ونيجي دلوقتي الرقم 9 معانا، وهو فيلم نادي الرجال السري لنجم مصر الاول كريم عبد العزيز، وايضا اكتر نجم او اكتر فنان او اكتر ممثل بحبه في مصر او اتقل فنان موجود في مصر حاليا ماجد الكدواني. ماجد الكدواني كان قايم بدور خطير جدا في الفيلم ده، ونفس الكلام برضو الفنان بيومي فؤاد. والفيلم كان من تأليف المؤلف ايمن وطار ومن اخراج المخرج خالد الحلفاوي. الفيلم ده يا جماعه لما دخلته كان عاجبني جدا الكونسيبت بتاعه. ممكن يعني انا معاكم ممكن ما يكونش فيه الضحك اللي هو من اول الفيلم لاخره، يعني انا بالنسبه لي النص التاني بتاع الفيلم او اخر ربع بتاع الفيلم ما بحبوش قوي، او لما بوصل له عموما لما بتفرج على الفيلم تاني او لما بلاقيه قدامي لما بوصل للحته دي ببتدي اللي هو لا ما ركزش قوي او كده. لكن بدايه من اول الفيلم وبدايه لما بتتعرف على نادي الرجال السري وشخصيه حيرم بتاعت بيومي فؤاد، وايضا نفس الكلام الاستغراب والاعجاب بتاع ماجد الكدواني بشخصيه كريم عبد العزيز والانبهار بيه جدا، كان بيخلق مواقف كوميديه كتير. ومن الافلام اللي انا بالنسبه لي لما بقول لك اللي هو النص الاولاني بتاعه لما بيجي عموما بحب اتفرج عليه جدا. ونيجي دلوقتي المركز الثامن معانا. عموما في فيلمين نزلوا، واحد السنه اللي فاتت واحد السنه دي لسه نازل هيبقى معانا في القايمه. اللي نزل السنه اللي فاتت هو رقم 8 معانا في القايمه، وهو فيلم مستر اكس. فيلم مستر اكس طبعا مع حفظ الالقاب للجميع من بطوله احمد فهمي، هنا الزاهد، ومحمد ثروت ومحمد انور ورحاب الجمل. انا بالنسبه لي يعني يعتبر الفيلم ده من اكتر الافلام اللي انا والجمهور، في ناس كتيره تحت في الكومنتات يعني شوفوا في الحلقه دي حتى وفي الحلقه بتاعت مستر اكس لما انا اتكلمت عن الفيلم، انا الفيلم لما انا دخلته كنت خارج من القاعه زي ما قلت لكم، كانت القاعه كلها بتضحك وكنت في مود انا كنت مبسوط بيه جدا. ولما الفيلم نزل عموما على النت وكده اتفرجت عليه تاني، كنت انا ومهاب حتى يعني الفيلم ضحك مهاب وضحكني وانبسطت بيه تاني لما اتفرجت عليه تاني. بس عموما في الاول وفي الاخر هي اراء، يعني في ناس كتيره من الجمهور برضو كانوا كاتبين لي في الكومنتات لا يا ابو حميد دخلت الفيلم ما عجبنيش كل الكلام ده، وليكوا حريه الراي طبعا وعلى راسي وعلى دماغي، ولكن هو بالنسبه لي واحد من اكتر الافلام اللي انا ضحكت فيها خلال الفتره اللي فاتت. والفيلم من اخراج احمد عبد الوهاب ومن تاليفه برضو، ومعاه بيشترك المؤلف احمد الشرقاوي. اما رقم 7 معانا في القايمه وهو فيلم اللي نزل سنه 2016، وهو فيلم جحيم في الهند. وده تاني فيلم معانا لمحمد امام، والفيلم من اخراج معتز التوني ومن تاليف المؤلف اللي معانا برضو في كذا فيلم معانا في القايمه، وهو المؤلف المجتهد الجامد جدا مصطفى صقر. وطبعا مصطفى صقر من ابرز اعماله طبعا مسلسل الكبير، واحد من انجح المسلسلات اللي اتعملت في اخر طبعا 10 15 سنه في الوطن العربي. انا بالنسبه لي جحيم في الهند ده اكتر فيلم لمحمد امام بيضحكني، ولما بيجي وبتفرج عليه ما عمري ما بزهق. وشخصيه شاروخان بتاعت محمد ثروت بتضحكني جدا، العلاقه اللي بين محمد سلام والغوريلا كانت جميله. انا عموما بضحك في الفيلم ده وبحبه جدا وبحس ان هو ممتع جدا، وكل الكرو كانوا في الفيلم كانوا جامدين الصراحه. طبعا برضو الراحل حسن حسني كان في الفيلم كان اكتر من رائع. اما رقم 6 معانا ودي هتبقى مفاجاه بالنسبه لناس كتير جدا، وهو فيلم انا مبسوط جدا يعني فيلم نزل في 2024 محطوط هنا في القائمه، وهو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذه لهشام ماجد وهنا الزاهد محمد ثروت. والفيلم من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي ومن اخراج المخرج الكبير احمد الجندي. انا الفيلم ده انا دخلته تاني بعد ما عملت عنه ريفيو، وكنت داخل في القاعه والناس كلها كانت مبسوطه جدا والناس كلها كانت بتضحك برضو، وانا ضحكت برضو لما دخلته تاني. فانا مبسوط جدا بالفيلم ده لانه فعلا من الافلام اللي انا حاسس ان هي هتفضل مستمره، من الافلام اللي هتعيش بالنسبه لي. فانا مبسوط جدا بنجاح هشام ماجد واتمنى تكرار النجاح في افلام كتيره خلال الفتره اللي جايه. فانا مبسوط جدا ان احنا يعني اهو ابتدينا نرجع شويه للافلام الكوميديه اللي ممكن تعيش، اللي بتخرج من السينما تبقى مبسوط وانت خارج منها. فانا مبسوط بحاجه زي دي. اما المركز الخامس معانا دلوقتي وهو فيلم هفرجه اهو لمهند، عشان انا اتفاجئت اول ما قال لي ان هو ما شافوش قبل كده، فانا هفرجه له قبل ما نمشي، لان فعلا الفيلم ده من واحد من اكتر الافلام اللي انا ضحكت فيها في اخر 10 سنين، واكتر فيلم عجبني لهنيدي او اكتر فيلم بيضحكني لهنيدي في اخر 10 سنين، وهو فيلم يوم ملوش لازمه. فيلم يوم ملوش لازمه ده انا عارف ان ممكن ناس كتير تقول لي ايه يا ابو حميد الفيلم ده فكسان قوي، الفيلم ده وحش قوي، الفيلم ده انا ما ضحكتش فيه، الفيلم ده. عايز اقول لك ان انا خرجت من السينما بعد ما شفت الفيلم ده قلت لا ايه ده فيلم برضو مش حلو قوي لهنيدي. ولكن الفيلم لما نزل
ونزل فيما بعد وابتديت اتفرج عليه تاني وتالت، لا الفيلم ده يا جماعه فعلا من اكتر الافلام اللي ضحكتني في خلال الفتره الاخيره، ولما بيجي في اي وقت بحب اتفرج عليه. ودلوقتي انتوا مش فاهمين مدى الانبساط بالنسبه لي ان مهند ما شافوش قبل كده، فانا هتفرج عليه تاني دلوقتي. وبرغم ان الفيلم بسيط جدا 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 وما فيهوش حوارات، وتحسوا ان هو يعني هو يعتبر وان لوكيشن، ولكن اتخلق فيه مواقف كثيره جدا تضحك، مشاهد كثيره تضحك. المشاهد اللي ما بين محمد هنيدي وهالة فاخر في الاول في قبل الفرح والخناقات اللي بتحصل ما بينهم، كل ده بالنسبه لي بيخليني عمري ما مل من الفيلم ده. وبرده شخصيه روبي وهنيدي مع بعض كانوا رائعين الصراحه. وفيلم يوم ملوش لازمه نزل بالمناسبه يعني سنه 2015. اما المركز الرابع معانا في القايمه وهو فيلم وقفه رجاله اللي نزل سنه 2021. الفيلم من تاليف هيثم دبور ومن اخراج المخرج احمد الجندي، والفيلم من بطوله طبعا ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، شريف دسوقي. الاربعه مع بعض عملوا دويتو اكتر من رائع. مشهد التيك توك او اللي كانوا بيعملوه ده واحد من اكتر المشاهد اللي ضحكتني فعلا، ولما بيجي تاني او لما بتفرج عليه المشاهد دي بالذات بضحك جدا. والكيمياء اللي ما بينهم، وانا سمعت طبعا ان في هيبقى ممكن يبقى في جزء تاني، اتمنى الجزء التاني ما يبقاش اقل من الجزء الاول. ونفس الكلام برضو محمد سلام كان قايم بدور اكتر من رائع، والكيمياء اللي ما بينه وبين امينه خليل في الفيلم كانت برضو رائعه. ونيجي دلوقتي المركز الثالث معانا في القائمه وهو فيلم الحرب العالمية الثالثة. الفيلم نزل من 10 سنين من دلوقتي يا جماعة، يعني من 10 سنين نزل فيلم الحرب العالمية الثالثة، آخر أفلام الثلاثي مع بعض أحمد فهمي، شيكو وهشام ماجد. والفيلم طبعا يا جماعة ده كان ساعتها لما نزل كان واحد من أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، والفيلم فعلا حقق نجاح كبير جدا. وفعلا الفيلم ده لما بترجع له بتحس اللي هو يا جماعة ما تعملوا فيلم تاني بقى، يعني يا جماعة بقى عيب بقى يا جماعة، عايزينكم انتوا الثلاثة مع بعض تاني بقى بعد إذنكم، يعني أهو عدى 10 سنين، عدى 10 سنين، اعملوا فيلم كل 10 سنين مثلا، فيهاش اي مشكله يعني، ما فيهاش اي حاجه والله العظيم. وبتفتكر بقى الشخصيات بقى يا جماعه، الفنان يوسف عيد الله يرحمه، علي ربيع، حتى الاسكندر الاكبر يعني بفتكر لما هو بيعمل هو بيتكلم اسكندراني يعني خطير برضو. وشخصيه احمد فتحي والميمز بتاعت احمد فهمي واحمد فتحي، انتوا فاهمين انا قصدي على انهي ميم. الفيلم يعتبر من اكتر الافلام اللي اتعمل عليها ميمز خلال الفتره اللي فاتت او في خلال اخر 10 سنين، من الافلام اللي ناجحه حتى الان وهتفرج عليها قدام فيما بعد كتير. علاء مرسي، القديرة، انعام سالوسة، حاجة يعني فيلم كان من اوله لاخره خطير الصراحة. وطبعا الحرب العالمية الثالثة كان من تأليف الثلاثي برضو هشام ماجد واحمد فهمي وشيكو، ومن اخراج مين احمد الجندي. يعني انتوا ركزوا بقى بشوفوا مين المكتسح في القائمة دي حتى الان، احمد الجندي. والمركز الثاني معانا هشام ماجد وشيكو بفيلم حملة فريزر. فيلم حملة فريزر يا جماعة فعلا لما نزل، افتكروا بقى لما نزل ساعتها ودلوقتي بقى عامل ازاي. الفيلم ده دلوقتي واحد من الافلام الايقونية، ايقوني بمعنى الحرفي. يعني الفيلم ده من الافلام اللي لا متأكد هتفضل عايشة. شوفوا انتوا كام ممثلة ضحكتكم خلال الفترة اللي فاتت، ما اعتقدش ان يعتبر اكتر شخصية ضحكتني انا بالنسبة لي في اخر 10 سنين هي ممكن تكون شخصيه تباعي اللي عملتها نسرين امين في فيلم حمله فريزر. شخصيه غير طبيعيه، والافيهات بتاعت الفيلم والكلام اللي بيتقال في الفيلم بقى ايقوني. يعني ما انت دافع بقى، دي خلاص بقت على لسان ناس كتير. شخصيه مديح البلبوسي وهو لابس في الاول زي الفيل ده، وفيما بعد لما داخلين وشخصيه عمل الدكتور بتاعي اشرف زكي انا الدكتور بتاعي اشرف زكي لا ولما ابتدى اللي هو انا ممثل صايع، ايوه وبلاش بقى ومش عارفه ايه، وانتوا يا جريده وشوشه ان انا من زمان بتتكلموا عليا اشاعات وبتاع. وهشام ماجد وبيومي فؤاد. الفيلم ده يا جماعه فعلا من الافلام الايقونيه اللي هتفضل بالنسبه لي اقعد اتفرج عليها عمري ما ازهق تماما. وفيلم حمله فريزر بتوع افلام من تاليف ولاء شريف وهشام ماجد وشيكو، ومن اخراج المخرج سامح عبد العزيز. ونيجي دلوقتي الرقم واحد اللي بالنسبه لناس كتير جدا لو متابعيني كويس وعارفيني كويس، لو انتوا على قديمه اكيد عارفين رقم واحد ايه بالنسبه لي في اخر 10 سنين، عشان من غير تحوير. انا سايب لكم فرصه، عرفتوا ايه الناس القديمه. اما الناس الجديده احب اقول لكم ان اكتر فيلم ضحكني واكتر فيلم انا ممكن اتفرج عليه كل يوم عمري ما ازهق هو فيلم بنك الحظ، من بطوله محمد ممدوح، اكرم حسني، محمد ثروت، زئرو. يا صالح
يا صالح. الفيلم ده يا جماعه سمعت ان هو يعني بيتحضر له الجزء الثاني بقالنا اكتر من سنتين. خدوا وقتكم لحد ما يطلع فيلم زي الجزء الاول كده. فيلم بنك الحظ ده يا جماعه عمري ما بزهق منه، بالنص الاول بالنص الثاني بكله، بالموسيقى بتاعت شارموفرز، الموسيقى بتاعت الفيلم كله من اوله لاخره. انا مش هتكلم عن بنك الحظ كتير لان انا اتكلمت عنه كتير جدا في الشانل دي، ومن اكتر الافلام اللي انا بحبها عموما. وبنك الحظ طبعا من تاليف زي ما قلت لكم مصطفى صقر المؤلف الجامد جدا، وايضا محمد عز الدين، ومن اخراج مين؟ احمد الجندي. احمد الجندي مش محتاجه فقاقه يعني. وبس يا بتوع افلام، ده بالنسبه لي اكتر 10 افلام كوميديه شفتهم في اخر 10 سنين، ده بالنسبه لي ومن وجهه نظري الشخصيه. مين انت شايفهم في القائمه دي واخدين نصيب الاسد وبقوه؟ هشام ماجد، شيكو، احمد فهمي، الثلاثي ده هم دول يعتبر هم التقال بتوع الكوميديا على الساحه خلال الفتره اللي فاتت او خلال ال10 سنين اللي فاتت. وطبعا كاخراج احمد الجندي مكتسح، هو طبعا معاه معتز التوني. ولكن في الاول في الاخر ده مش راي رسمي او لجهه رسميه او مهرجان او بتاع، ده راي واحد من الجمهور من وجهه نظره شايف دول اكتر 10 افلام كوميديه ضحكوني خلال الفتره اللي فاتت. فانا اتمنى بتوع افلام تكتبوا لي قائمتكم تحت عشان هقراه زي ما احنا متعودين على طول، هرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول، شوف كل واحد ويعني المدرسه بتاعته. انا بحب الكوميديا بتاعت الفيلم ده، البنك الحظ ما بحبوش خالص عموما، بحب الفيلم ده، بحب الفيلم ده. ممكن تكون افلام مختلفه تماما عن القائمه اللي انا حاططها دي. فانا اهم حاجه اشوف رايكم وسيبوا لي كومنتات تحت. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام قولوا لي ايه رايكم في الفقره دي، وعجبكم ان احنا رجعنا لفقرات السلسله المحببه لينا، الفقرات التوب 10 والحاجات دي. سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، واتمنى طبعا بتوع افلام تظبطوني لايكات كتيره جدا جدا جدا. شيروا وسبسكرايب الشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. واتمنى طبعا دعاء لكل اخواتنا في الوطن العربي، سواء بالدعاء وسواء بالتبرع. وسيب لكم لينكات التبرع لاهلنا واخواتنا في غزه تحت في الديسكربشن. واحلى مسا عليكم.